احنا ردينا على صواريخ اليمنيين واطلقنا صواريخ شديدة لا تصد ولا ترد على موقع التيك توك، لانه تحولت الحكومة، حاولت ان تصنع منجزات وما لقينا منجزات. تقول ماذا اصنع؟ اريد ان اخلق اي شيء، هيا بنا نقاطع التيك توك. يعني يا حبيب قلبي، الهنود حاجبين التيك توك الظاهر، ومدري كم دولة حاجبت التيك توك، ومئات ملايين البشر ما عندهم تيك توك، والناس قاعدة تقفل. وهذا تروح انت قل لك بتقاطع التيك توك وبتضغط عليهم على اساس انه صالح حمامه مسوي لك ربشه هو ايش اسمه العنزي والشباب اللي في التيك توك. ما يصير والله، هذا ضعف استسلام. والله حكومه السعوديه، معلش حتى لو ما تحبني خذ مني يعني قدام العالم والناس، سالفه انك تقفل على الشعب تيك توك بطريقه غير مباشره عيب. ترى احنا عارفين الحمله من وراكم، لا تقعد تقول لي حمله غير شعبيه ولي الامر ما ولي الامر. من يوم ما عايض القرني لا هو جالس يحرض المقاتلين او الشباب في غزه والمقاومين، لا هو جالس يدعم يقول افعلوا لا. عائض القرني سل سيفه بعد صبر طويل وبعد انتظار وبعد طول عناء. خرج الشيخ العلامه الأديب الشاعر الذي ملأ الساحات وملأ الخطب والمنابر بالقصائد وبالحكم وبالأشعار وبالخطب. قال أيها الشعب العربي السعودي انتفضوا على بركة الله وقاطعوا التيك توك. قاطعوا التيك توك. ثم بعد ذلك اضطررنا إلى أن نأتي بمسيرة ونقذف بها على التيك توك، فاستعانت القوات السعودية الصامدة بأحلام الشامسي الفنانة العظمى من أجل مواجهة جبهة التيك توك. سنقاطع التيك توك. منجز عظيم والله. وين أنت يا إيلات وما إيلات وصواريخ وكلام فارغ كورنيت وما كورنيت و105 وياسين؟ شوف المعارك الطاحنة هنا المعارك الضارية. ولا أبلغ من ذلك إلا المعركة العظمى التي خضناها ضد تلك الفتاة المسمى بفاتيمة، وليست فاطمة، اسمها فاتيمة. أعلن كتائب الذبابية بعد أن وضعوا خطة حرب شوارع من أجل السيطرة على موقع التيك توك، بعد أن تم سحلهم فيه قاموا بمهاجمة وحدة لبنانية اسمها فاتيمة، حطت لايك على منشور يتكلم عن الحكام ويتكلم عن الاحتفالات في السعودية. فحققوا معركة الانتصار على فاتيمة وقاموا بإنزال متابعينها من 2,000,000 متابع إلى 1,800,000 متابع. الله أكبر. عز يا مال العز. هذا البطولات اللي بلا كصواريخ بلا إيلات بلا مسيرات، هذا الضرب، هذا الشغل. نعم احنا إذا قلنا فعلنا، وإذا تحدينا قسم بجلال الله لا يوقف أمامنا ولا مشهورة في الأرض. نعم هو صح إنه M&M قبل فترة قاعد يسفل فينا، بس M&M أمريكي، يعني لا بأس إذا سبك الأمريكي، يعني المثل يقول من سبك حبك. M&M أمريكي سفل فينا، قال دولة إرهابية وجبناه، أعطيناه 2 مليون عشان يجي ياخذ صورة مع شيخ تركي. أعطيناه 2 مليون عشان يجي، وفنادق وطيارة خاصة وتعال وكذا وهذا، M&M جبناه. أيوة يقول السعودية دولة إرهابية M&M، فإحنا جبناه. بس هذه لبنانية. ثم بعد ذلك ردت عليهم قالت لهم يعني الله أحبكم وإن شاء الله أشتاق لكم ولما ترجعوا إن شاء الله بخير. ردت عليها أحلام. إحنا عندنا قاصف، هذول عندهم إيش عندهم هم؟ قاصف وعاصف وش اسمه حقتهم هذه، والله ناسي، الصواريخ حقتهم. كيف ردينا كمان عليهم؟ والله ما أدري شو اسماء الصواريخ عندهم. نعم استخدمنا مرة أخرى مسيرة أحلام لترد على هذه اللبنانية. بماذا ردت عليها؟ شوف العنصرية والفوقية، ويعني شيء مقزز، شيء مخجل. يلا روحي سوي لي تبولة، ويضحكون في المنجن تبولة. الله ياخذك انت،
الله يخرب بيت الضعف والفشل والفشل اللي حطيتونا فيها. من لم يقاطع مع الوطن لا نحتاج إليه. من لم ايش فيه؟ انا قلت ايش فيه؟ ايش صاير؟ بيقاطعون منتجات، بيقاطعون قات شماخي جاي من اليمن مثلا، ولا بيقاطعون صواريخ ولا منتجات يمنيه، ولا الزبيب من جاي من اليمن، ولا بن يمني، ولا الرمان حق صعده. من لم يقف مع الوطن فهو خائن. لا اله الا الله. ايش فيه طبعا مع الوطن يا اخوان؟ صلوا على النبي. ايش الموضوع؟ الوطن ينتظركم، الوطن يحتاج اليكم ايها الخونه. واحد طلع، ولد مسكين طلع في السناب في التيك توك، قال انا لن اقاطع اي شيء لما يجيني تعليمات من الحكومه. انا ما سمعت الحكومه. طبعا هم حكومه، حسابات الذباب دي حكومه، بس الحكومه متفشله قدام العالم. لكن اوعدكم باذن الله بكره ولا بعده نطلع لكم خبر في صحيفه اجنبيه عن الفضيحه حقتكم دي. استنى لي شويه بس، انا الان مشغول مع الشرطه. استنى لي شويه، اديني باذن الله سبحانه وتعالى انزل لكم خبر في احد الصحف العالميه عن الفضيحه المهزله حقتكم دي، حقت التيك توك وغيره. من لم يقف مع الوطن في ساعة الوطن في ساعة. قلت أنا لا، أنا يوم أقرأ الكلام والخطاب متوقع إنه الآن بنجيش الجيوش وننطلق بإذن الله، عشان نخش نقتحم الحدود على السيسي ونخش على غزة، وبسم الله بسم الله ما نوقف إلا في زكيم. لا مش في زكيم، لا نوقف إلا في تل أبيب. لا في شيء، في إعداد عدة. هذا الوطن ينتظرنا، إنه يستحق. انظر هذا المواطن خائن، أنه لا يحب. إيش فيه قل لي. قاطع التيك توك. من اللي جالس يحط من قيمة الوطن بهذه الطريقة؟ مين جالس يسيء البلد؟ مين جالس يقول الأحلام اكتب التغريدات ذي؟ وش اللي سالفة إننا نعير أحد؟ من متى إحنا نعير بعض بنطقطق به؟ يلا سوي تبولة، يلا يا طعمية، يا كبسة، لك يا مجدرة، ولي على أنتي. إيش فيه يا حبي؟ ليش؟ يلا يا شاورما، يلا. وكله تعير، كل دولة بطبختها. إيش والله هذه سلوكيات أطفال دي، والله العظيم. تذكرت مرة، خليني أختم لكم بالقصة دي. جبت عبد الله الشريف في مقابلة، يعني وما كان في بيني وبينه يعني أول مرة أنا. فأول ما استقبلته في المقابلة، طبعا على أساس إنه هو الحين ماخذ الموضوع إنه الموضوع جدي وكذا ونقاش، فقلت له أنت إيش دخلك في السعودية طعمية؟ فأخذ 5 ثواني استوعب إنه أنت بتشتم ليه؟ فهمت؟ عبد الله الشريف تعرفونه، مشهور، أخونا حبيبنا اليوتيوبر. فسويت معاه مقابلة قبل 3-4 سنين، فأنا قاعد أمزح معاه، فهو يتكلم عن السعودية والمعتقلين وكذا. فقلت له أنا وش دخلك أنت في السعودية الطعمية؟ فأخذ له كذا كم ثانية يفلتر الإجابة، قال لي وأنت مالك يا كبسة؟ والله العظيم. من متى يا إخوان إحنا عندنا حركات الطفولة هذه؟ ها؟ من متى عندنا حركات الورعنة ذي اللي قاعدين تسوونها؟ ليش؟ مين مسؤول؟ ثم يجي يقول لك ما نقزم بلادنا، وسنقاطع إيران ونستقبل بشار، وسنقاطع إيران ونستقبل إيران، وسنقاطع حاء لأنهم مع إيران.